بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أحمد المصري. المايك يعتبر من أهم الأدوات الأساسية لأي صانع محتوى أو حد بيقدم كورسات أو بيعمل اجتماعات أونلاين كتير إلى آخره من استخدامات بتختلف من شخص للتاني، وعلشان كده لازم وأنت بتشتري مايك تركز على كام نقطة كده هتضمن من خلالهم إنك تشتري مايك يعطيلك الأداء اللي أنت محتاجه منه في النهاية، زي اسم المايك والشركة المنتجة للمايك، وهل المايك ده ثابت ولا متحرك وبسلك ولا لاسلكي اللي هو وايرلس، وهكذا. وده طبعا كله محكوم بالميزانيه بتاعتك في النهايه. وعلشان كده النهارده هنعمل مراجعه شامله لمايك لاسلكي وايرلس ممتاز جدا من شركه بويا الغنيه عن التعريف طبعا في المجال ده، واللي هو اصدار بويا في 10 او اللي هو في 10. وسبق قبل كده عملت مراجعه كامله لمايك بويا اصدار ام 1. تقدر تشوف المراجعه بتاعته من البطاقه اللي هتظهر قدام حضرتك الوقت في الفيديو ده، سواء على اليمين او على الشمال، او من خلال رابط الفيديو اللي هسيبه لك في الوصف وفي اول تعليق مثبت موجود تحت الفيديو ده ان شاء الله. وطبعا نزل منه اصدار جديد من غير بطاريه في الريسيفر بتاعه تحت مسمى M1S علشان يعالج مشكله البطاريه اللي كانت للاسف بتخلص كل فتره، خصوصا لو بتسجل على كمبيوتر او كاميرا او مثلا نسيت الريسيفر على وضع الكاميرا. واللي سبق برضه عملت فيديو عن موضوع تغيير البطاريه ده، واللي اكتشفت من خلال التعليقات ان كان في ناس كتيره جدا ما تعرفش حرفيا ان في حجاره او بطاريه في الريسيفر بتاع المايك. وده حبيت بس اذكره للناس اللي عايزه تسال عليه او بتفضل المايك السلك، واللي هو اصدار M1S، واللي بتكون مش عايزه مشاكل مع جزء البطاريه ده كل شويه زي اصدار M1 او اللي هو M1. فتعالى دلوقتي نعمل مراجعه وفتح علبه وتجربه للمايك اللي معانا النهارده من شركه بويا، واللي هو اصدار في 10 او اللي هو في 10، ونتعرف على كل شيء عنه بالتفصيل ان شاء الله. يلا بينا. تعالى كده في البداية نتكلم عن أهم 3 حاجات قبل ما تشتري المايك ده أو أي منتج بتشتريه، واللي هما المكان اللي بتشتري منه والسعر ومدة الضمان. بالنسبة للمكان اللي اشتريت منه، فأنا طبعا عملت رحلة بحث كده في الأماكن اللي حواليا من خلال إن أنا بحثت في الشركات والصفحات اللي أعرفها والكلام ده، ولكن ما كانش متوفر. والوحيد اللي لقيت عنده المايك للأسف كان بيبالغ في سعره جدا، يعني بدل ما يبقى مثلا سعره 1400 جنيه وده السعر الرسمي بتاعه أصلا، سواء من الوكيل اللي هنتكلم عنه دلوقتي أو شركة بويا نفسها بتبيعه ب $30 او 29 وفكه، فهو بيبيعه بدل ما بيبيعه ب 1400 جنيه بيبيعه ب 1800 جنيه. ازاي؟ ما اعرفش. يعني في ناس او تجار الصراحه مساله الامانه والبيع والشراء عندهم دول انا مش عارف هم بيفكروا ازاي. يعني يا سيدي اكسب 100 اكسب 200، يعني اكسب 150 حتى يا عم، يعني كويس قوي، لكن تبيع بفرق 400 جنيه عن السوق. طب ما هو اصلا سعر الاصدار اللي هو بيجي 2 مايك سعره 1950 جنيه، انت هتبيع لي القطعه الواحده 1800 جنيه وهتروح بقى تبيع لي اللي هو 2 قطع اللي هو الفي 20 مثلا على سبيل المثال واللي هنتكلم عنهم دلوقتي، تروح تبيعوا لي ب 2000 وشويه وهو سعره الرسمي اصلا 1950 جنيه. فدي نوعيه من التجار اللي بتبالغ جدا. ولذلك بحثت برضو شويه كده ووصلت لشركه محترمه جدا، وده مش اعلان لحد، لا اعلان لشركه ولا البويا ولا لاي حاجه، ولكن حبيت بس افيدك بالمعلومه علشان اوفر عليك وقت. الشركه اللي وصلت لها دي اسمها طبعا فوتو اكسبريس ايجيبت، مقرهم في الجيزه في القاهره. ولو انت في اي محافظه مجاوره زي ما انا مثلا هنا في محافظه بعيده عن القاهره، قدرت برضو اطلب من خلالهم ان هم يبعتوا لي المايك وبعتوا لي بفاتوره وكل حاجه والضمان بتاعي وكل شيء، وده اللي هنشوفه دلوقتي بالتفصيل. سعر المايك اصلا 1400 جنيه، ولكن طبعا لان انا اشتريته على متجر من المتاجر بتاعتهم اللي موجوده على مواقع البيع في مصر، فسعره 1475 جنيه واجمالي الشحن 21 ورسوم الدفع نقدا عند الاستلام 12 جنيه، فوصل معايا ل 1508، لكن هو سعره الرسمي اصلا 1400 جنيه علشان بس تبقى عارف الموضوع ده. فشركه محترمه جدا وناس محترمه جدا ومغلفين الحاجه بنظام زي ما انت شايف. جايب لي الحاجه طبعا متكيسه كويس ومتقفله. طبعا انا فتحت المايك بحيث ان احنا نجربه ونشوفه والكلام ده كله قبل ما اعمل عنه مراجعه، بحيث ان انقل لك تجربتي كامله. يعني مش هجيبه كده افتحه من العلبه واقول لك الله المايك ده جميل اشتريه، لا لازم اجربه الاول واختبره وبعد كده انقل لك تجربتي، وده اللي عملته فعلا. فزي ما انت شايف جايب لي هنا مغلف لي طبعا كل حاجه، وبيقول لي هنا عزيزي العميل برجاء المحافظه على عبوه المنتج وعدم قطعها للحفاظ على ضمان المنتج. في حاله استرجاع المنتج يجب تسليم المنتج بنفس حاله الاستلام، شكرا لتفهمكم. ده في حاله ان في مشاكل مثلا في عيوب الصناعه او لو حابب ان انت ترجعه والكلام ده. فاعطيلك بس تنبيه كده، ناس نظيفه جدا وبعت لك الحاجه كده ايه مرتبه وجميله ومتحافظ عليها وهي جايلك، مش شغل عشوائي يعني. برضه دي من الحاجات اللي عجبتني في التغليف والفاتوره والكلام ده، ونادرا لما بتشتري حاجه اونلاين تلاقي حد بيهتم بالجانب ده قوي. فده بالنسبه للسعر والمكان. اما بالنسبه بقى لحته الضمان، فالضمان طبعا بيجي سنتين زي ما انت شايف كده 2 years زي ما انت شايف، ده الضمان بتاع بويا. ولكن اهم حاجه تكون محافظ على الفاتوره بتاعتك بحيث
ان انت في خلال السنتين دول قابلت اي عيب من عيوب الصناعه مش سوء الاستخدام. لو في سوء استخدام طبعا هيبقى صيانته تكليف عليك انت، لكن لو عيب من عيوب الصناعه طبعا هترجع للشركه تاني، ولكن اهم حاجه يكون معاك الفاتوره بتاعتك. فده بالنسبه للسعر والمكان ومده الضمان. اما بالنسبه بقى لشكل العلبه والمواصفات عليها من الخارج، علشان برضو تاخد بالك من حته المضروب والتقليد والكلام ده كله، فزي ما انت شايف ده شكل العلبه من الخارج المنتج الاصلي. زي ما انت شايف كده بيجي هنا مكتوب بويا باللون الازرق، وزي ما انت شايف طبعا الريدكشن بutton اللي هو زر الاكتيف نويز كانسليشن او اللي هو عزل الضوضاء، بيكون طبعا موضح في الواجهه الاماميه زي ما انت شايف. وعندك هنا طبعا في الجنب هتلاقي فوتو اكسبريس ايجيبت زي ما انت شايف كده اف اكس او اللي هي فوتو اكسبريس ايجيبت، وده الستيكر بتاعهم بيكون موجود كده في الجنب. وعندك هنا طبعا من الجنب ده هتلاقي هنا باركود كده، ولكن موجود عليه طبعا اللي هو ضمان عدم الفتح، اللزقه بتاع ضمان عدم الفتح. طبعا انا ده بتيجي على شكل برشامه كده لونها فضي زي ما انت شايف. انا فتحت من هنا طبعا بحيث ان انا اطلع المايك واجربه، فبيكون برضو في واحده تانية موجوده من فوق بحيث ان هو يضمن ان الحاجه ما تتفتحش، وفي نفس الوقت ده ضمان عدم الفتح. ففي واحده متبرشمه من فوق وواحده من تحت زي ما انت شايف. وده طبعا ميزه انك تشتري من مكان ثقه. لو بتشتري من مكان ما بيقدملكش ضمان كويس هتلاقي العلب جايه ما عليهاش ضمان عدم الفتح، فبتبقى مش ضامن الحاجه دي راحت ورجعت ولا اتفتحت ولا اتجربت. لكن في حاله انك بتشتري من وكيل او من متجر معتمد، على الاقل بتضمن انك اشتريت الحاجه بتاعتك وانت ضامن ان هي اول استخدام والاصليه 100%. وطبعا زي ما انت شايف ده ظهر العلبه من ورا، والسيريال نمبر اللي بتتاكد من خلاله ان المنتج بتاعك اصلي من خلال الويب سايت. وطبعا عندك هنا الاي دي بتاع الهاردوير او القطع الداخليه اللي هنشوفها دلوقتي، علشان برضو تتاكد ان اللي جوه سواء قطعه التي اكس او الار اكس اللي هي ترانسميتر او الريسيفر الارسال والاستقبال، تتاكد برضو ان الارقام الاي دي اللي موجوده على كل قطعه منهم هي نفس اللي موجوده على العلبه، من خلال برضو الستيكر الصغير اللي هنا ده هتلاقيها نفس الارقام لو جيت تقارنها، بحيث برضو انك تتاكد ان العلبه فعلا ما اتفتحتش ومفيش قطع اتبدلت. فدي برضو من الحاجات اللي تاخد بالك منها لو انت بتشتري من اي مكان تاني. اما بالنسبه بقى للمواصفات على العلبه من بره كده، فبيقول لك هنا ان هو اوتوماتيك بيرنج، ان هو بيربط بشكل تلقائي اوتوماتيك على طول، مش محتاج لا تطبيقات وسيطه ولا خارجيه ولا الكلام ده. بيقول لك برضو هنا ان هو القطعه تي اكس اللي هي الترانسميتر او اللي هو جهاز الارسال نفسه اللي هي القطعه دي، لان ده ما بيحتاجش شحن، دي الوحيده هي اللي بتحتاج شحن، بيقعد معاك 9 ساعات. برضو في هنا ميزه جميله جدا اللي هي سبيكر بلاي ويز ار اكس بلاجد، واللي هي الخاصه بالريسيفر، تقدر انك تسمع او تشغل الصوت والريسيفر راكب في الموبايل. وده طبعا بعكس المايك زي مايك بويا او المايكات العاديه اللي بتركب عن طريق مدخل 3.5 مللي بتاع السماعه العاديه، او اغلب المايكات الوايرلس. علشان اشغل الصوت لازم اروح افصل الريسيفر من الموبايل علشان اسمع الصوت وارجع اوصله تاني. لكن انت مع المايك ده ممكن تشغل الصوت تسمعه والريسيفر راكب على الموبايل عادي جدا، ودي ميزه جميله جدا انا كنت مفتقدها في اغلب المايكات اللي استعملتها. برضو من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عنها كمان شويه ان الميكروفون تقدر تعمل ميوت كنترول او اللي هو كتم او تحكم في الكتم بتاع المايك. لو انت مثلا بتسجل وعايز توقف التسجيل مؤقتا تقدر تضغط ضغطه واحده كده فيعمل لك ايقاف مؤقت للمايك، فدي برضو من الحاجات الكويسه جدا. طبعا من ضمن الحاجات كمان ان هو بيعزل الضوضاء وبيسجل في كل الاتجاهات، دي حاجه كويسه جدا يعني 360 درجه. وطبعا تقدر انك تسجل وانت بعيد عن الريسيفر او الموبايل لحد 50 متر، يعني تقدر تركب الترانسميشن او الترانسميتر اللي هو جهاز الارسال تقدر تشتغل بيه عادي وانت بعيد عن الريسيفر بتاعه، يعني بعيد عن الموبايل او الكاميرا او الجهاز اللي انت بتسجل عليه او اللابتوب بتاعك مثلا على بعد 50 متر. برضو دي من الحاجات الكويسه جدا. برضو من ضمن المميزات الجميله جدا جدا اللي موجوده في المايك ده واللي بنشوفها في المايكات اللي ثمنها بيوصل 7000 و8000 و10000 جنيه، واللي هي هاي بيرفورمانس نويز ريدكشن او اللي هي الاكتيف نويز كانسليشن، تفعيل وضع عزل الضوضاء. برضو من خلال ضغطه واحده كده على الزرار الازرق اللي في الجنب ده تقدر انك تعمل نويز ريدكشن، وهو مكتوب عليه اصلا ان ار نويز ريدكشن او اللي هو اكتيف نويز كانسليشن، بحيث انك تعمل عزل للضوضاء من حواليك ويركز على صوتك بس بمحيط 360 درجه. حاجه ممتازه جدا جدا، يعني لو مركب المايك مقلوب فوق تحت هو مركز على صوتك، ودي من المميزات الجميله جدا جدا اللي موجوده في المايك ده، وكل ده نعرفه دلوقتي بالتفصيل. طيب ده بالنسبه للمواصفات اللي موجوده على العلبه من بره. دلوقتي بقى لو حبيت ان انا اتاكد ان المنتج ده اصلي وهو في المحل كده، كنا زمان لو نلاحظ في المايكات التانية اللي هي زي مايك M1 والكلام ده كان فينا ستيكر كده لازم نشيله الاول ونتاكد ونضرب الباركود علشان يدخلنا على الويب سايت بتاع بويا واتاكد ان هو منتج فيريفاي او منتج معتمد والكلام ده كله. ولكن طبعا مش كل المحلات كانت هتسمح لي ان انا اشيل الستيكر، يعني كنت لازم اشتريه والبس فيه الاول، وبعد ما البس في المايك وخلاص شربت المايك بقى
كل سنه وانت طيب على كده، سواء بقى اذا كان طبعا مضروب ولا اصلي انت وحظك بقى. خصوصا ان الام 1 او المايكات اللي هي السلك كانت للاسف المضروب منها مال السوق بنسبه 90% في الكام سنه الاخيره، وال10% كل سنه وانت طيب. يعني نادرا لو كنت تقابل حد بيبيع الاصلي بنسبه 10% اذا كان امين قوي، وفعلا اذا كنت تدخل على الويب سايت تتاكد انت وحظك، لان حتى الباركود او السيريال كانوا بيضربوه للاسف. وده انا عامله في فيديو بتكلم فيه عن الفرق ما بين الاصلي والتقليد، باذن الله لسه همنتجه واظبطه كده وارفعه لكم، بحيث ان اللي غاوي ام 1 يقدر يقارن ما بين الاصل والتقليد بكل احترافيه ان شاء الله. لكن الميزه هنا في المايكات الجديده من بويا ان هي حاطه السيريال نمبر بره، يعني وانت واقف في المحل كده تقدر تدخل على السبورت زي ما هو واضح قدامك في الفيديو دلوقتي، تقدر تدخل على الويب سايت بتاع بويا وتدخل على سبورت، وبعد كده تدخل على الفيريفاي، وبعد كده تدخل السيريال المكون من 13 خانه واللي بيبدا بيه باي او بي واي في الاول، وبعد كده تكتب السيريال نمبر بتاعك زي ما انت شايف، فهيظهر لك زي ما انت شايف كده ان المنتج بتاعك اصلي ومعتمد وتابع للدوله كذا. يعني انا عندي مصر مثلا مكتوب اي جي على حسب الدوله اللي انت فيها. كل ده وانت واقف في المحل من غير ما تشتري المنتج وبعد كده تشتري الستيكر والكلام ده وتتاكد وتروح ترجع، لا، وانت واقف مكانك تقدر تتاكد اذا كان المنتج ده اصلي ولا تقليد من خلال السيريال نمبر اللي تحت ده، مش ده. يعني لو انت قابلت ده، لا، هو اللي تحت اللي بيبدا بي واي وبيكون مكون من 13 خانه. ده بالنسبه لجزئيه ازاي اتاكد ان المنتج بتاعي اصلي ولا تقليد. وبرضه في جزئيه هاكد لك عليها قوي، الموقع نفسه بياكد لك على الموضوع ده، بيقول لك حاول تدخل الكود ده او السيريال نمبر ده اكتر من مره، لان في بعض المنتجات المقلده او اللي هي التقليد اللي موجوده ومضروبه في السوق، السيريال ده بيكون مسروق من بعض المنتجات الاصليه، وبعد كده للاسف بيحطوه على المنتجات المضروبه، فانت طبعا بتروح تدخله على الموقع فبيدي لك ان هو اصلي وهو اصلا مضروب، فبيطلب منك ان انت تدخله مره واثنين وثلاثه بحيث ان هو يعمل فيريفاي او تاكيد ان فعلا ده مسجل عندهم في قاعده البيانات بتاعته. فحاول ان انت تدخل السيريال نمبر مره واثنين وثلاثه علشان فعلا ياكد لك ان المنتج ده اصلي 100%. حتى هم على الويب سايت مأكدين على الموضوع ده. اما بالنسبه بقى للعلبه من جوه، فطبعا زي ما انت شايف ممكن تفتح من فوق او من تحت، ولكن طبعا الفتح الصح يكون من تحت. هتيجي كده زي ما انت شايف، هتقطع طبعا الاستيكر من هنا لو كان عندك ضمان عدم الفتح ده من الجنب كده بكل هدوء، وبعد كده هتفتح العلبه. لازم طبعا تحافظ على العلبه ان هي تكون سليمه ما يحصلهاش اي مشكله، بحيث ان لو حبيت ترجع المنتج للضمان في اي وقت فياخدوه منك بدون اي مشكله. زي ما انت شايف كده، ده طبعا المحتويات بتاع العلبه من جوه. في هنا طبعا عندك اللي هو دليل الاستخدام، نظام ميكروفون لاسلكي، وعندك هنا شهاده الضمان اللي بتيجي مع المنتج من فوتو اكسبريس. زي ما انت شايف كده فوتو اكسبريس جاي لي معاه شهاده ضمان. تاريخ الشراء طبعا انا طلبته بتاريخ 1/10/2024، والشهاده طلعت بتاريخ 2/10/2024 زي ما انت شايف. فزي ما انت شايف كده كاتب لي الموديل بتاعي اللي هو بويا 2.4 جيجا هرتز اللي هو 2.4 جيجا هرتز وايرلس مايك كيت بي واي في 10 اللي هو في 10 الاصدار بتاعي، والسيريال نمبر كذا كذا نفس اللي موجود على العلبه من بره اللي هو ورا هنا ده اخره 225 اللي هو الفضه ده، وتاريخ الشراء 2/10/2024. وطبعا العنوان بتاعهم للناس اللي قاعده في القاهره فوتو اكسبريس مصر 426 شارع الهرم، وده التليفون بتاعهم. عندهم 8 خطوط زي ما هو موضح كده، رجاء مراجعه الشروط بظهر البطاقه. تقدر برضو تقرا الحاجات دي كلها، دي خاصه طبعا بكل المنتجات. فده عنوانهم للناس اللي قاعده في القاهره. لو انت طبعا زي ما قلت لك في اي محافظه مجاوره اطلبه اونلاين وريح دماغك. فده بالنسبه لشهاده الضمان المطبوعه واللي هي جايه بتاريخ الشراء من وكيل بويا في مصر واللي هي فوتو اكسبريس. هتلاقي هنا برضو اللي هو دليل الاستخدام زي ما انت شايف. هتلاقي عندك طبعا اكتر من لغه، ولكن تعالى هنا تقريبا اللغه العربيه والانجليزيه، ولكن تعالى برضو نركز مع اللغه العربيه. كل حاجه هنا واضحه وجميله هنرجع لها تاني، ولكن تعالى بس نتعرف على المايك. انا طبعا اقول لك على المواصفات والامكانيات كلها من هنا بحيث يبقى الكلام واحد، ولكن تعالى دلوقتي نشوف بس المايك والمحتويات بتاع العلبه. اول حاجه زي ما انت شايف بتلاقي وصله هنا اللي هي من النوع تايب سي زي ما حضرتك شايف، وهتلاقي عندك طبعا هنا الكيس بتاع السيليكا جل علشان الرطوبه. سيليكا جل زي ما انت شايف اللي بيجي طبعا مع اغلب المنتجات والاجهزه الالكترونيه بالتحديد. هتلاقي هنا طبعا المايك بسم الله زي ما انت شايف ما شاء الله كل حاجه تمام، عليه الباركود هنا الزرار طبعا بتاع الان ار اللي هو نويز ريدكشن، والزرار بتاع الباور، ومدخل التايب سي بتاع الشحن، والسيريال نمبر اللي هو اخره 225 نفس اللي موجود على العلبه من بره. وبالنسبه للاي دي هتلاقي الارقام هنا زي ما انت شايف اللي هي موجوده هنا، دي زي ما حضرتك شايف كده اللي موجوده هنا نفس اللي موجوده في العلبه من تحت اللي حكيت لك عنها من شويه.
واللي هي دي، بحيث انك تقارن اللي موجود هنا على البادج الصغير ده بالقطعه اللي في ايدك عشان تتاكد ان فعلا القطعه دي هي اللي في العلبه بالظبط. وده اللي قلته من شويه. فتلاقي طبعا الموديل والصناعه والكلام ده كله موجود هنا زي ما انت شايف. وعندك هنا طبعا ده الكليب ده بيتحرك 360 درجه، بحيث انك لو حابب تركب المايك في اي اتجاه زي ما انت شايف مشبك كده جميل، بحيث انك برضه تركبه او تعلقه في هدومك زي ما انت شايف بكل بساطه وسهوله كده. حاجه عمليه جدا. وطبعا ماسك بمسمار معدن حديد كده زي ما انت شايف جوه في جسم المايك. يعني شغل ما شاء الله، مش اي تقفيل والسلام، يعني شغل قوي جدا تبارك الله. زي ما انت شايف مش ماسك مثلا في بيننا بلاستيك والكلام ده، لا، ماسك في مسمار حديد كده بورده فوق كده، بحيث ان هو يبقى متين وقوي. الصراحه الجوده والخامه عجبتني جدا بتاع المايك ده. زي ما انت شايف زرار الباور هنا، والان ار اللي هو نويز ريدكشن، والفلتر طبعا بتاع الرياح او اللي هو عزل الرياح. لو شلناه كده تلاقي عندك هنا المايك نفسه، وزي ما قلنا بيسجل 360 درجه. ده بالنسبه للمايك نفسه. طبعا هنا هتلاقي برضو شعار بويا موجود هنا تحت اللزقه دي، ودي طبعا لمبه الاشعارات الخاصه بالباور والشحن والاتصال والكلام ده كله، وكل ده هنشوفه دلوقتي. وده بالنسبه لجهاز الارسال اللي هو الترانسميتر. اما بالنسبه بقى لجهاز الريسيفر، فزي ما انت شايف اللي هو الار اكس برضه نفس المواصفات بالظبط اللي موجوده على الثاني. زي ما انت شايف الاي دي والصناعه والكلام ده كله. هتلاقي برضه هنا الباركود والسيريال نمبر، نفس السيريال نمبر الثاني بالظبط. وهتلاقي برضو اللزقه وبويا زي ما انت شايف. طبعا انا طلبت الاصدار اللي هو الفي 10 اللي هو التايب سي. اما بالنسبه بقى للقطعه بتاع الريسيفر دي، ففي ناس او شفت بعض المراجعات بيوصلها بالباور وبتقالوا ان هي بتشحن. الريسيفر مش بيشحن، الريسيفر بياخد الباور بتاعه اصلا من الجهاز المتصل بيه. يعني لو انت موصله على الموبايل هو بياخد الباور بتاعه من الموبايل، ولو موصله على لابتوب او كمبيوتر عن طريق التايب سي هو بياخد الباور بتاعه من الجهاز المتصل بيه. لكن المدخل اللي هنا ده في حاله انك لو موصله على الموبايل وعايز تشحن الموبايل في نفس الوقت، بحيث ان لو انت بتسجل فيديو طويل وما يفصلش تقدر توصل الريسيفر في الموبايل وفي نفس الوقت توصل باور فيعطي للموبايل. فهمت الفكره؟ يعني هو زي مشترك كده، في نفس الوقت بيغذي الموبايل وفي نفس الوقت بياخد الباور بتاعه من الموبايل نفسه. فهو فكرته كلها ان هو يستقبل بس، لكن هو مش محتاج شحن، لان هو بيتصل بشكل مباشر وبياخد باور بشكل مباشر من الجهاز المتصل بيه. ده بالنسبه للريسيفر. وطبعا هنا برضو لمبه زي ما انت شايف كده اللي هي اللمبه دي، ودي برضو لمبه الاشارات اللي بتعرفك حاله الاتصال شكلها ايه. وده بالنسبه للمكونات بتاع العلبه من الداخل والكلام ده. تعالى بقى دلوقتي نتعرف على الاضاءه والمواصفات الفنيه نفسها بتاع المايك نفسه. تعالى كده اكلمك في البدايه عن الفرق ما بين الاربع موديلات اللي موجودين في السوق، لان انا شفت برضو من خلال رحله البحث عن المايك ده ان في ناس بتقول انا هحدد النوع اللي انا عايزه ازاي بناء على الموديل. ازاي الموديل او الاصدار اللي انت عايزه؟ خلي بالك كل واحد فيهم بيختلف عن التاني في حاجه. يعني الاصدار اللي هو V10 V20 دول بيشتغلوا على اجهزه الاندرويد، واللي هم بيكون المدخل بتاعهم تايب سي، يعني الريسيفر بتاعهم بيكون تايب سي زي ما انت شايف. ده بالنسبه لاصدار اللي هو V10 وV20. طيب الفي 10 بيكون عباره عن قطعه واحده، يعني الترانسميتر او اللي هو جهاز الارسال او اللي هو المايك نفسه بيكون عباره عن قطعه واحده. لكن اللي هو الفي 20 او اللي هو الفي 20 فبيكون عباره عن قطعتين ترانسميتر وقطعه ريسيفر واحده. يعني هتلاقي العلبه دي جاي فيها قطعتين ترانسميتر او 2 مايك وقطعه ريسيفر. ده اللي هو الاصدار الفي 20. يبقى احنا كده عرفنا الفرق ما بين الفي 10 والفي 20. طيب ايه هو بقى الفي 1 والفي 2؟ الفي 1 بيكون عباره عن الجاك اللي هو اللايتنينج اللي بيركب على اجهزه ايفون من ابل، فهو ده الفرق. لكن هو بيكون نفس المايك وكل شيء بالتفصيل، وفي برضه مدخل تايب سي سواء من هنا ولا من هنا، نفس المايك بالظبط، ولكن الجاك نفسه الخاص بالريسيفر بيكون هو المختلف. بيجي لايتنينج طبعا بالنسبه للفي 1. اما بالنسبه للفي 2 فبيجي 2 ترانسميتر زي فكره الفي 20 كده بالظبط. بيجي 2 ترانسميتر 2 مايك مع ريسيفر لايتنينج بيركب على اجهزه ايفون. فهو ده الفرق ما بين الاربع اصدارات. الفي 1 والفي 2 لايتنينج اجهزه ايفون، في 2 3 قطع، في 1 2 قطع، في 10 2 قطعه بيركب اندرويد، في 20 3 قطع بيركب اندرويد. باختصار يبقى احنا كده عرفنا الفرق ما بين الموديلات اللي موجوده في السوق وبعضها. وده طبعا علشان لو انت بتطلب ولا بتشتري تبقى عارف انت رايح تجيب ايه بالظبط، مش تطلبه اونلاين وخلاص وتقول انا اشتريت مايك في 10 هيركب على كل الاجهزه. لا، خلي بالك من الموضوع ده، لان الريسيفر هو اللي بيختلف من اصدار للتاني علشان موضوع الجاك بتاع المدخل نفسه، سواء اذا كان لايتنينج او تايب سي. وده انا قابلته مع بعض التعليقات اللي شفتها على بعض المتاجر وبعض القنوات على يوتيوب، ان في ناس بتقول انا طلبت المنتج ولكن جالي بمدخل ايفون.
هو للاسف هو مش عارف هو طلب ايه، هو طلب المايك وخلاص، فاكتشف بعد ما جاله ان هو مثلا جاله بتايب سي وهو كان عايز لايتنينج والعكس، فخد بالك من الجزء ده. وده بالنسبه للفرق ما بين الاربع موديلات وبعضها. الوقت بقى تعالى نتكلم عن المواصفات الفنيه والامكانيات اللي المايك ده بيقدمها لك بالظبط. هنفتح بس الكتالوج كده ونقرا منه المواصفات الفنيه علشان بس الكلام يبقى واحد. وده طبعا انا قصده، ما حبيتش ان انا اتكلم بشكل عشوائي بحيث انك تاخد معلومه شامله وكامله زي ما احنا متعودين هنا في القناه، وتطلع من الفيديو ده عندك اجابه على كل استفساراتك واسئلتك الخاصه بالمنتج اللي انت بتدور عليه زي المايك اللي معانا النهارده. تعالى كده نقرا مع بعض. اول حاجه بيتكلم عنها هنا اللي هو مؤشر الاضاءه. زي ما انت شايف كده بيقول لك لو بيشتغل باللونين الازرق والاحمر بالتناوب فهو كده غير مقترن. يعني لو انا ضغطت على الباور هنا علشان اقوم المايك، بضغط على الباور بتاع المايك هنا لمجرد ثانيتين بالظبط، 1 2 زي ما انت شايف. طول ما هو بينور احمر وازرق كده بالتناوب فمعنى كده ان هو لسه مش مقترن بالريسيفر او بالجهاز المتصل بيه. طيب تم الاقتران بنجاح بيقوم ينور باللون الازرق الثابت. طيب في حاله ان انا عملت صامت بشكل مؤقت، يعني ضغطت ضغطه واحده كده وانا شغال، فبيعمل نظام فلاش بس باللون الازرق، يقفل ويفتح باللون الازرق بس. طيب في حاله ان انا حبيت اشغل النويز ريدكشن او اللي هو الاكتيف نويز كانسليشن، عزل الضوضاء، بضغط على الزرار الازرق ده اللي مكتوب عليه ان ار بحيث ان انا اعمل نويز ريدكشن واعمل عزل للضوضاء. طيب افرض ان البطاريه ضعيفه. في حاله ان البطاريه ضعيفه بيعطي معانا هنا اضاءه لونها احمر، فاعرف ان البطاريه بتاعته اصبحت خلاص عايزه تشحن. ولو انا بشحن اللمبه هنا بتفضل منوره باللون الاحمر، وبمجرد ما المايك او الترانسميتر ده بيخلص شحن اللون الاحمر بيختفي. تعالى كده نجرب موضوع الشحن. هوصله مثلا هنا بالشاحن كده زي ما انت شايف بينور هنا باللون الاحمر، بعد ما بيخلص اللون الاحمر ده بيطفي زي ما انت شايف كده. هو طبعا مشحون فخلص معايا واللون الاحمر طفى خلاص. وده بالنسبه لانظمه الاضاءه الخاصه بالترانسميتر او اللي هو المايك نفسه. بيقول لك هنا بقى ملحوظه، في حاله شحن الوحده عندما تكون في وضع التشغيل، يعني اللي هو الترانسميتر ده او اللي هو الميكروفون نفسه، سيقوم المؤشر بعرض حاله العمل الحاليه بدلا من حاله الشحن. يعني لو انا بسجل بيكون باللون الازرق، فلو وصلت الشحن في نفس الوقت وانا بسجل، لان ممكن اشحنه وانا بسجل عادي، مش هينقل على المؤشر الاحمر، لا هيفضل على الحاله الحاليه اللي هي حاله التسجيل اللي هو اللون الازرق. رقم 2 بيقول لك يرجى شحن جهاز الارسال في الوقت المناسب عندما تكون حاله البطاريه منخفضه، والا سيتم اغلاقها تلقائيا في غضون 10 دقائق. يعني بمجرد ما البطاريه تكون منخفضه لازم تشحنها والا هيقفل في خلال 10 دقائق بالظبط. رقم 3 بيقول لك لا يمكن تشغيل وظيفه تقليل الضوضاء في وضع كتم الصوت. يعني مش هتقدر تشغل وظيفه النويز ريدكشن او اللي هي الاكتيف نويز كانسليشن وانت عامل كتم للصوت او اللي هو كنترول ميوت او ميوت كنترول زي ما هو مكتوب على العلبه من بره. لكن النويز ريدكشن بيشتغل في حاله التسجيل بس، لكن في حاله ان انت عامل صامت للمايك مش هيشتغل معاك، فلازم تعمل تشغيل علشان تقدر تشغل النويز ريدكشن. اما بالنسبه لتشغيل الترانسميتر نفسه او المايك زي ما هو كاتب لك كده، بيقول لك هنا زر التشغيل رقم 4 اضغط مع الاستمرار لمده ثانيتين للتشغيل او الايقاف. لو ضغطت ثانيتين كده زي ما قلت لك في البدايه هيشتغل معايا. بعد كده بيقول لك اضغط لكتم الصوت الميكروفون او لالغاء كتمه، ضغطه واحده كده يكتم الصوت، ضغطه واحده يشغل الصوت. اما بالنسبه للكليب او اللي هو مشبك الحزام ده زي ما قلنا بتقدر انك تلفه 360 درجه، ومنفذ الشحن هنا اللي هو من النوع تايب سي، والحاجب بتاع الرياح او اللي هو فلتر حجب الرياح اللي فوق ده. وده بالنسبه للاعدادات او المواصفات الفنيه الخاصه بمؤشر الاضاءه وتشغيل الباور الخاص بالترانسميتر او اللي هو المايك. اما بالنسبه بقى لجهاز الاستقبال نفسه اللي هو الريسيفر سواء بقى لايتنينج او تايب سي زي ده كده، فزي ما انت شايف اللمبه هنا بيقول لك في حاله ان هو غير مقترن بيعطي وميض باللون الازرق، يعني بيقفل ويطفي، بيفضل ينور ويطفي كده يعرفك ان هو غير مقترن. ومجرد ما بيتم الاقتران زي ما هنشوف كمان شويه بيقوم ينور معايا باللون الازرق الثابت. وزي ما قلت لك المدخل اللي هو التايب سي ده زي ما هو موضح هنا كده انك تقدر تشحن من خلاله الجهاز اللي هو متوصل عليه، لكن هو زي ما قلت لك من شويه ان هو بياخد الباور بتاعه اصلا من الجهاز المتصل بيه. وده طبعا بالنسبه لللايتنينج وبالنسبه للتايب سي، يعني اللي فوق هو اللي تحت نفس المواصفات الفنيه بالظبط. وطبعا جايب لك هنا كيفيه الاستخدام. زي ما قلنا كيفيه الاستخدام سهله جدا، زي ما قلت لك هتفتح بس الباور وتوصل الريسيفر في الموبايل وبيتم الاقتران على طول بمجرد ما بتفتح الباور والريسيفر راكب في الموبايل التاني. يعني انت اصلا مش بتعمل اي حاجه، كل الحكايه بلاج اند بلاي على طول، يعني توصيل وتشغيل. بس اهم حاجه لازم تتاكد منها ان الموبايل بتاعك يكون بيدعم تقنيه او خاصيه الاوتو جي.
لان انا شفت بعض التعليقات قالت ان الاجهزه اللي مفيش فيها اوتو جي احتمال بنسبه كبيره جدا ان المايك ده للاسف مش هيشتغل عليها. فطبعا انا ما جربتش بنفس الموضوع ده، ولكن حاول تتاكد من الموضوع ده قبل ما تشتري المايك، علشان بس ما تروحش تشتري وتدفع فيه فلوس والاخر تكتشف ان هو مش بيشتغل او الموبايل بتاعك مش بيدعمه. برضه اعطيلك هنا ملحوظه مهمه جدا جدا، واللي بيقول لك فيها نظرا للتردد اللاسلكي اللي هو 2.4 جيجا هرتز او 2.4 جيجا هرتز يمكن تخفيف الاشاره بسهوله. يرجى محاوله تجنب العوائق مثل الجدران والمباني وتجنب الاقتراب من الاجهزه ذات اشاره 2.4 جيجا هرتز مثل هوائيات الواي فاي عاليه الطاقه واجهزه الراديو وما الى ذلك. وفعلا التردد اصلا بتاع 2.4 جيجا هرتز او 2.4 جيجا هرتز انا اتكلمت عنه قبل كده في شرح الراوترات، ان هو الفكره فيه ان هو المدى بتاعه بعيد لكن نقل البيانات فيه بيكون بطيء شويه، بعكس 5 جيجا هرتز اللي هو موجود في الراوترات بيكون المدى بتاعه قليل ولكن معدل نقل البيانات فيه بيكون عالي جدا. فالفكره في ال 2.4 جيجا هرتز ان لو في اي عوائق زي جدران اسمنتيه، او لو انت مثلا مشيت بالمايك او اللي هو الترانسميتر بعيد شويه عن الريسيفر واديت ظهرك للريسيفر، هتلاقي الصوت بدا يقطع، بس ده على مسافات بعيده شويه. لكن طول ما انت قريب من الجهاز سواء الموبايل او الريسيفر هتلاقي الصوت معاك زي الفل. هو مش هيقطع خالص معاك ولكن هيبدا يعني ايه مش هيكون مستقر، وده طبعا في حاله انك بعيد قوي عن الريسيفر نفسه او الجهاز اللي انت بتسجل عليه. فلازم تاخد بالك من الجزء ده، ان ده بيرجع للتردد اللاسلكي اللي هو 2.4 جيجا هرتز او اللي هو 2.4 جيجا هرتز. هنا بقى المواصفات الفنيه الخاصه بجهاز الارسال او اللي هو المايك او اللي هو الترانسميتر نفسه. زي ما انت شايف كده بيقول لك نوع التردد 2.4 جيجا هرتز، نطاق الترددات 2402 و 2480 ميجا هرتز، النمط القطبي بتاعه اللي هو اومني دايركشنال ده اللي هو في كل الاتجاهات، استجابه التردد 20 هرتز و 16 كيلو هرتز، الاشاره الى نسبه الضوضاء 80 ديسيبل وده حاجه كويسه جدا جدا، والحساسيه بتاع المايك نفسه سالب 42 ديسيبل، يعني ما شاء الله بيلقط الصوت بجوده عاليه جدا جدا. طبعا الارقام دي ممتازه جدا بالنسبه لمايك زي ده. نطاق التشغيل طبعا زي ما قلت لك اللي هو 50 متر، مدخل الشحن طبعا اللي هو تايب سي، وسعه البطاريه الخاصه بالجهاز نفسه 95 ملي امبير. اما بالنسبه لسعه البطاريه الخاصه بجهاز الارسال اللي هو الترانسميتر او المايك بتكون السعه بتاعتها 95 ملي امبير. وبالنسبه لوقت الشحن الخاص بالمايك علشان تشحنه من 0 ل 100% بياخد ساعتين بالظبط. اما بالنسبه لعمر البطاريه وقت الاستخدام فبتقعد معاك 9 ساعات، يعني علشان تشحن المايك ده من 0 ل 100% بتسيبه على الشاحن لحد ساعتين وتقدر انك تستخدمه لحد 9 ساعات. اما بالنسبه لمتطلبات طاقه المستقبل اللي هو الريسيفر نفسه فبياخد الطاقه بتاعته عن طريق جهاز خارجي واللي هو سبلايد باي اكسترنال ديفايسز، يعني بياخد الطاقه بتاعته عن طريق الجهاز المتصل بيه زي ما قلنا من شويه. اما بالنسبه للوزن الخاص بالارسال والاستقبال فالوزن ما بين 9.5 جرام و6 جرام، يعني تقريبا ده 9.5 جرام واللي هو المايك، وبالنسبه للريسيفر فوزنه 6 جرام لان ده فعلا اتقل شويه. اما بالنسبه للابعاد فالمايك نفسه او الترانسميتر الارتفاع بتاعه 52 مللي فاصل 22 والعرض بتاعه 25 مللي فاصل 23 والسمك 19.75 مللي. وبالنسبه للريسيفر فالابعاد بتاعته 43.92 مللي ارتفاع والعرض بتاعه 24.7 مللي عرض والسمك نفسه 9.3 مللي زي ما انت شايف 9.3 مللي. فده بالنسبه للمواصفات الفنيه والامكانيات الخاصه بالمايك ده. حبيت ان انا اقراها من دليل الاستخدام بحيث ان انا اديلك المعلومه بالظبط زي ما هي موجوده في دليل الاستخدام اللي جاي مع العلبه وما يبقاش كلام وخلاص. فبالتالي احنا عرفنا دلوقتي الاضاءه بتاعته وكيفيه شحنه وفرق الموديلات عن بعضها زي ما انت شايف، وكل ده عرفناه من خلال المراجعه اللي عملناها دلوقتي. هنيجي بقى دلوقتي لمرحله التجربه، هنوصله بقى دلوقتي على الموبايل ونجرب كده صوت المايك مع بعض ونشوف عامل ايه معانا. دلوقتي كل اللي انا هعمله هوصل اول حاجه الريسيفر هنا زي ما انت شايف، هوصله على الموبايل اللي معايا. بسم الله. طبعا هينور معايا زي ما انت شايف، بيعطي هنا وميض او اضاءه متقطعه كده زي ما قلنا فلاش بحيث ان هو في وضع عدم الاقتراب. طيب بمجرد ما افتح الباور بتاع الترانسميتر او المايك نفسه هيحصل ايه؟ ده اللي هنشوفه مع بعض. هتلاقي اللمبه ديت اضاءتها استقرت، ركز معايا. زي ما انت شايف بمجرد ما ضغطت على الباور لمده ثانيتين الريسيفر هنا عمل اقتران مع المايك والاضاءه استقرت زي ما انت شايف واصبحت ثابته.
طيب لو انا بسجل وعايز اعمل ايقاف مؤقت، هضغط ضغطه واحده كده فبيعمل ايقاف مؤقت زي ما انت شايف وزي ما قرانا من شويه في دليل الاستخدام. كده انا عامل ايقاف مؤقت للتسجيل من خلال المايك. ضغطه تانية كده بيشغل معايا تاني، وبكده المايك بيرجع يشتغل معايا من جديد. طيب لو انا بسجل مثلا وعايز افعل وضع النويز ريدكشن او اللي هو اكتيف نويز كانسليشن، عزل الضوضاء، فكل اللي انا اعمله دلوقتي هضغط هنا ان ار زي ما انت شايف كده، ضغطه واحده كده فبيفعله هنا باللون الاخضر زي ما حضرتك شايف اللي هو ده. هضغط ضغطه تانية كده لو عايز الغيه فيلغيه معايا، بيرجع تاني يتحول للون الازرق. ضغطه كده يتحول باللون الاخضر، ضغطه كده يتحول للون الازرق. وده بالنسبه لتفعيل النويز ريدكشن. تعالى بقى دلوقتي نجرب الصوت على الموبايل اللي بنسجل منه، بحيث ان انا عايز جودة الصوت تبان في الفيديو نفسه، لان انا لو سجلت على الموبايل ده الصوت مش هيبقى واضح قوي. هفصل المايك اللي انا بسجل عليه واللي هو المايك ده اللي هو بويا M1. هفصل المايك ده واوصل المايك اللي هو الفي 10 على الموبايل اللي بسجل منه، وبعدين نختبر الصوت مع بعض. والوقت رجعت معاكم تاني بعد ما عملت تشغيل وتوصيل للمايك الفي 10 او الفي 10 من بويا على الموبايل اللي بسجل بيه، بحيث ان جودة الصوت تطلع معاكم زي ما هي بالظبط. طبعا انا مش هعمل مونتاج للجزء ده بالتحديد الخاص بالمايك ده، يعني انا دلوقتي بتكلم من غير ما افعل النويز ريدكشن او اللي هو الاكتيف نويز كانسليشن. انا بتكلم دلوقتي بالوضع الطبيعي بتاع المايك عادي جدا، وهو كمان بعيد عني. يعني انا دلوقتي المسافه بيني وبينه يمكن تتعدى 30 سم، وده طبعا وانا بقربه مني زي ما انت شايف كده. انا بتكلم دلوقتي والمايك قدامي، بيني وبينه حاجه زي شبر بالظبط. لو انا دلوقتي بعدت المايك يعني حطيته عند صدري كده وبتكلم، ده صوت المايك. والوقت المايك قدامك بعيد عني حوالي 30 سم او يمكن اكتر شويه زي ما انت شايف، وبتكلم عادي جدا بحيث ان انا عايز يلقط الصوت من كل الاتجاهات. وده كله في الوضع اللي هو النورمال العادي، مش النويز ريدكشن او اللي هو الاكتيف نويز كانسليشن. طيب انا بتكلم دلوقتي وعايز اعمل ايقاف مثلا للصوت، وانا بتكلم هعمل ايقاف للصوت بحيث ان هو يقطع عليا اللي انا بقوله. فتعالى كده نعمل تيست، اختبار لقطع الصوت. هكررها تاني واقطع، اختبار لقطع الصوت. فانا بقول اختبار لقطع الصوت وبفصل زي ما انت شايف، بعمل ايقاف مؤقت للمايك فبيقطع عليه فعلا اللي انا بقوله. ودي حاجه كويسه جدا في حاله انك مش عايز حاجه معينه تظهر، او في مثلا صوت حواليك انت مش عايزه يظهر في الوقت ده، تقدر تعمل ايقاف مؤقت وترجع تكمل تاني. برضه دي ميزه جميله جدا. طيب تعالى بقى دلوقتي نفعل النويز ريدكشن او اللي هو الاكتيف نويز كانسليشن، وانا مشغل المروحه اصلا في المكتب او الاستوديو الصغير اللي انا بسجل فيه دلوقتي. وهعلي المروحه شويه بحيث ان الصوت بتاع الهواء يملى المكان كله ونشوف الدنيا عامله ايه. انا دلوقتي طبعا رفعت صوت المروحه، هسمعك صوت المروحه في الوضع العادي. ده يمكن صوتها زي ما انت سامع كده، تمام؟ ده صوت المروحه. فطبعا انا معلي المروحه على الاخر بحيث انك تسمع صوت الهواء. تعالى بقى نفعل النويز ريدكشن او اللي هو الاكتيف نويز كانسليشن ونشوف الوضع هيكون عامل ازاي. ضغطه واحده كده ونشوف. اكيد انت حسيت الفرق. انا دلوقتي مفعل النويز ريدكشن او اللي هو الاكتيف نويز كانسليشن، زي ما انت سامع كل حاجه حواليا اتعزلت تماما ومركز على صوتي وبس. انا طبعا مقرب كده من المايك وكمان هبعده عني علشان تشوف الصوت عامل ايه معاك. ده والمايك قريب مني وانا مفعل النويز ريدكشن، وده والمايك بعيد عني. اروح اتكلم قدام المروحه وافعل النويز ريدكشن وافصلها وانا قدام المروحه. انا دلوقتي واقف قدام المروحه، يعني واقف في الهواء زي ما انت سامع كده، تمام؟ انا بكلمك وانا حرفيا واقف قدام المروحه. هفصل النويز ريدكشن واسمع صوتي. الوقت انا قدام المروحه زي ما انت سامع، انا فصلت النويز ريدكشن، يعني الوقت مفيش اي عزل للصوت. بكلمك في الوضع العادي بتاع المايك، انت اكيد سامع الصوت والدوشه. هنفعل النويز ريدكشن ونسمع نسبة عزل الضوضاء تكون عاملة ازاي. وخلي بالك انا واقف في وش المروحة بشكل مباشر، يعني انا كده واقف في وشها بشكل مباشر، كده بعيد عنها شوية واعتقد الصوت واضح. هفعل النويز ريدكشن ونجرب مع بعض. انا كده فعلت النويز ريدكشن تقريبا كده، عمل لي عزل لكل حاجة وركز على صوتي بس. فاعتقد كده ان انت قدرت تلم كل حاجة عن النوعية دي من المايكات من بويا، واللي هي الفي 10 والفي 20 الفي 20 والفي 1 والفي 2. فانت كده عرفت عنهم كل حاجه بالتفصيل، وجربنا خاصيه النويز ريدكشن، خاصيه ممتازه جدا جدا جدا، هتغنيك عن انك تدخل تعدل بقى في برامج مونتاج وتستخدم برامج خاصه بالصوت والكلام ده كله. انا نفسي كنت في البويا M1 مثلا على سبيل المثال، لان ما بسجلش خارجي والكلام ده، فكنت بعمل عزل لموضوع الضوضاء ده عن طريق فلتر اسمه دي نويز. ممكن تبحث عنه في البريمير او تشوف على اليوتيوب مثلا، ان شاء الله اعمل شرح للموضوع ده، بحيث برضو ان الناس اللي
عندها مايكات ضعيفه شويه تقدر تعمل اكتيف نويز كانسليشن او اللي هو نويز ريدكشن او المسمى الثالث اللي هو الدي نويز عن طريق فلتر الدي نويز في البريمير. والموضوع سهل جدا ان شاء الله اعمل عنه شرح باذن الله. فهي دي كانت كل حاجه عن المايك ده بالتفصيل. وفي النهايه اتمنى تكونوا استفدتوا معايا من المراجعه الشامله للمايك ده واللي هو مايك بويا في 10 او اللي هو في 10، وعرفنا الفرق بينه وما بين الاصدارات الثانيه منه علشان تعرف تشتري وتختار الموديل او الاصدار المتوافق مع الموبايل بتاعك بشكل سليم ان شاء الله. ولو عندك اي اسئله او استفسارات يا ريت تكتبها في التعليقات تحت الفيديو ده وان شاء الله ارد عليك في اقرب وقت. وطبعا مش اكد عليك لو لسه جديد معانا في القناه ما تنساش تضغط على زر سبسكرايب الاشتراك في القناه وتفعيل الكل من جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد ينزل في القناه اول باول باذن الله. هتلاقي كمان رابط المراجعه كامله للمايك ده مكتوب على موقعنا الالكتروني للناس اللي بتحب القراءه، وهتلاقي الرابط ده طبعا موجود في الوصف وفي اول تعليق مثبت تحت الفيديو ده ان شاء الله. تحياتي لحضراتكم، ما تنسونيش من خلص الدعوات، وفي النهايه كالعاده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في امان الله.